السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا كده، بسم الله ما شاء الله يا جماعة، اللهم بارك. احنا عندنا سبوع ان شاء الله، وفي نفس الوقت اختي ربنا كرمها وقالت من العملية بالسلامة، فاحنا هنعمل حاجة كده. لو متضايق او مخنوق او اي حاجة طالعة، اعمل حاجة لله. الحاجة ان شاء الله الحاجة دي ايه؟ طالعة لله، وفي نفس الوقت ايه؟ في ناس جاية. نعمل بقى مع بعض. بصوا هنا يا جماعه، عندي هنا في الصينيه دي دي فيها 4 بصلات كبار، جزرتين، 4 طماطمات، نص معلقه ثوم، تمام، فلفل رومي، ومسكنا كله ايه، ضربنا في الكبه. انا حطيت شويه فلفل اسود بس لسه هكمل. بس تاني حطينا شويه صغيرين، هنكمل تاني اهو مع بعض. بصوا دي بهارات فراخ. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. مش هنكتر اكتر من كده. هنجيب عندي مرقه دجاج. طبعا لازم نراعي، انا هحط ملح بس لازم اراعي بقى ان انا حطيت مرقه دجاج. انا مش هكتر عشان التتبيله ما تحرقش معايا، هم مكترين مرق بس، تمام. التتبيله دي بقى اعتمدوها بقى في اي فراخ بتعملوها، هتعجبكم قوي قوي. ممكن تتبلي البانيه كمان. نجيب عندي كده عصره 3 ليمونات اهو، بس كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ما شاء الله يا جماعه، دول ايه؟ طبعا انا لسه كل ده ما حطيتش ملح ولا خل. هنحط ايه؟ معلقه خل واحده بس. ننزل كده بشويه زيت، تمام، مش كتير لان انا عندي الفراخ هتنزل. هنجيب برده شويه ملح، احنا حاطين مرقه مش هنكتر ملح، تمام. بس كده. عندي بقى كده ايه، معلقه خل، مش هنكتر عن معلقه خل يا جماعه. ونقلب بقى كل الكلام ده كله كده مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى كده يا جماعه، بصوا انا قلبت كل الخليط ده كله التتبيله. مش قادره اقول لكم بقى الريحه عامله ازاي. الحاجه دي الاكله دي هنعمل جنبها ايه؟ الرز. هنعمل جنبها رز بسماتي. الوجبه دي، الوجبات اللي هتطلع دي معاها رز بسماتي بس. جايبين له طلبات الكبسه. هنجيب بقى، بصوا عندي هنا، بصوا الفراخ انا بفتحها كده عشان التتبيله ايه؟ تخش جوه. تقبل بقى كده اهو. نجيب كده نحط كده جلد على قد ما نقدر اهو، وتتبات ليله كامله. الفراخ دي هتبات، تمام يا جماعه. بصوا كده يا جماعه اهو. هنجيب بقى كده من تحت لفوق كده اهو، عشان انا عايزه كله يتشرب من التتبيله اهو بالشكل ده اهو. حتى الدبابيس اللي هي تحت دي اهي، في دبابيس اهي اهي، كل ده يتشرب. انا حطيت شويه زيت كمان، حسيت ان هي محتاجه شويه زيت، حطيت لها. وهتبات بقى ايه؟ ليله كامله في التلاجة. وايه، هرجع بقى اوريكم هنعمل ايه بقى بكره. بصوا يا جماعه، انا عملنا الفراخ دي. انت عايزه افضل نتيجه للفراخ دي عشان تعمليها وتديكي وش لون في الفرن، انا تبلت الفراخ اهي. هشيلها في التلاجة ليله كامله زي ما قلت لكم لحد تاني يوم، تمام. الظهر كده مثلا او بعد الظهر. فهنيجي بقى تاني يوم الحله دي زي ما هي كده هحطها على النار، والنار تبقى وسط، تمام. البخار والميه بتاعتها. اصبري يا ماما، شغلتي، تمام. فاحنا ايه، هنسيبها ليله كامله زي ما قلت لكم، هتتشرب من التتبيله دي. هاجي تاني يوم هحطها على النار زي ما هي كده بنفس الحله، فوطي النار تبقى وسط، تاخد ايد بكبك كده مع بعضيها، وتنزل ميتها وتستوي. هتروحي جايبه صاج فردها في الصاج. هي كده، انا كده اهم حاجه عندي التتبيله هتتحط في الصاج. انا هوريها لكم بقى في الاخر بعد ما تتعمل، بعد ما تستوي في الحله. هنروح جايبين الصاج دهنينه زيت او سمنه
وهي برضو على الوش ندهن وش سمنه وزيت، ونروح ايه دهنه وش الفراخ ودخلها في الفرن تاخد لون. بس انت بتسويها هنا على البخار، وبعد ما تستوي بنحطها في الصاج وتاخد اللون ده. بتبقى طالعه تحفه وطعم وريحه ومش قادره اقول لكم ولون كمان. هوريها لكم ان شاء الله، هوريها لكم بعد ما اعمل. خلاص بقى بصوا كده زي ما وريتكم كده. خلاص يا جماعه احنا كده خلاص هنغطي بقى على الحله، وبكره باذن الله زي ما قلت لكم هنسويها وهي زي ما هي كده على النار. نعمل النار وسط تستوي خالص. هتبقى بس محتاجه ان هي تاخد لون. هي هتنزل ميتها، مش هنحط اي ميه، نص كوبايه ميه فقط لا غير، مع ورقتين 3 لورا بس، مش اكتر من كده. وبتستوي على النار. وبعد كده زي ما قلت لكم بندهن الصاج زيت وسمنه او زيت بس، والوش زيت وسمنه، ودخليها ايه تاخد ايه على تحت الشوايه تاخد لون بس، مش اكتر من كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل النهارده الرز اهو بتاع الوجبات اللي انا قلت لكم عليها. تمام. هنحط شويه زيت كده. بصوا كده عندي دي بصلايه كبيره و3 4 ورقات لورا. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. هنحط بردك ايه زبده. ده بقى اللون دلوقتي هوريكم هنعمل ايه. يلا شغلتي. بصوا هنا كده معانا حطينا كام مكعب زبده كده اهو. وعندي هنا بصوا هنا كده يا جماعه، عندي هنا الفراخ كده هي استوت بس لسه هنديها لون. بصوا بقى هنعمل ايه بقى. البابريكا دي هنضرب معاها طماطميتين 3 ومعلقه بابريكا وشويه زيت ونروح نحطها على وش الفراخ. بصوا عندي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اهو الفراخ بتاعتنا. بس عشان ايه انا حابه ان انا ايه اخلي اللون، يعني انا لو حطيتها تحت الشوايه هتدي اللون وتبقى حلوه. انا حابه ان انا ايه هي كده استوت اخلي اللون بتاعها ايه اعززه اكتر، فانا هعمل الفكره دي. تمام. انا اعلي بس النار شويه عشان ما تفوش. بصوا كده اهو. عندي بقى بصوا هنا بصوا عندي الرز منقوع اهو. بصوا كده يا جماعه حطينا كده قرنين الفلفل. فاطمه بصوا كده حطينا قرنين الفلفل يا جماعه. البصليه عندي خلاص اهي، هي يا دوبك تاخد لون. تمام. انا هعمل ايه بقى دلوقتي. بصوا كده يا جماعه البصليه خلاص بدات تاخد لون. على فكره الفلفل لما بياخد حميره معاه بيبقى جميل قوي. حطينا عود قرفه مفيش لومي مفيش مشكله. 3 4 ورقات لورا زي ما قلت لكم. هننزل عندي هنا بالكركم بتاعي حوالي معلقه كده علشان انا عامله الكميه بتاعتي 2 كيلو رز بسمتي. وعندي هنا برده بهارات الكبسه. بصوا اللون اختلف معايا ازاي. بصوا كده. عايزه اقول لكم انتوا لما بتحطوا البهارات او التوابل مع البصلايه وتدي ريحه جميله وتحميصه حلوه قوي قوي. هننزل عندي بقى كمان هنا بهارات الكبسه اهو. طبعا انا هحط نص الكميه دي، مش هحط الكميه دي كلها. نهدي بقى النار شويه. بصوا كده دول 2 كيلو رز بسمتي. طبعا زي ما انتم عارفين احنا ايه انا حطيت دلوقتي من غير معيار. انا عشان ايدي في الاكل انا من غير معايير بالكوبايه هعرف المفروض كل كوبايه رز بسمتي على كوبايتين ميه او كوبايه ونص ميه. ده رز بسمتي بس هندي، ده هندي. هقدمه معاكم استنوا. بصوا كده انا حطيت مكعبين مرق. فرقت مكعبين مرق وشويه ملح نظبط الملح بتاعنا اهو. ابتدي اعلق النار تاني. ليه بقى التشويحه دي بتودي الرز طعم الرز في حته تانيه خالص. بصوا يا جماعه انا كده اللون ده حلو. في ناس بتحب تغمق تحطي بابريكا تاني او تحطي كركم عن كده. لا على فكره كتر الكركم بيغير طعم الرز بتاعك. اهو كده اللون ده حلو قوي قوي. نزود. بصوا يا جماعه عايزه اقول لكم التشويحه دي بتدي طعم حلو قوي قوي للرز بتاعي اهو.
تمام اهو. عندي خلاص الكاتل اهو بيغلي، ننزل بميه سخنه، بتبقى افضل بميه سخنه عشان كمان لو انت مستعجله. بصوا كده يا جماعه، خلاص انا الميه بتاعتي غليت، ننزل بقى بالميه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حبينا بقى نزود نظبط بقى الميه بتاعتها وارجع. بصوا كده يا جماعه، احنا خلصنا اهو، ظبطنا الملح والميه بتاعتنا. هنغطي بقى عليه كده لما يستوي، هقدمه معاكم ان شاء الله وهوريكم في الاخر، هوريكم شكل الرز ده عامل ازاي. وهنظبط برده الفراخ زي ما قلت لكم، انا حابه اعزز اللونها. هنعمل ايه؟ قلت لكم هنضرب 3 4 طماطمات مع معلقه بابريكا كبيره او معلقتين، ورشه زيت صغيره، شويه زيت صغيرين، وملح وفلفل بس، وهنحطهم على الوش مع الطماطم. هتودي الفراخ في حته تانيه. هخلصهم وارجع لكم تاني. بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، بصوا اللهم بارك. ادي الفراخ بتاعتنا، ادي الوجبات. بنحط الرز وجنبه شويه السلطه وحته الفرخ. وده كان الفيديو بتاعي النهارده. ادي دي علب، ده جزء بس من العلب، بقيه العلب في علب جوه وفي علب اتوزعت ملحقتش اصورها كلها. وده كان الفيديو بتاعنا. هوريكم بقى صينيه من صواني الفراخ اللي احنا عاملينها. احنا عاملين في علب اتفرقت، عاملين اكل تاني عشان في ناس جايه لنا، عشان زي ما قلت لكم ربنا كرم اختي وكانت عامله عمليه وربنا كرمها وقامت بالسلامه، والمسحه طلعت كويسه الحمد لله. فادعوا لها ربنا يكمل شفاها على خير. هوريكم بقى كمان ايه صوانيه الفراخ شكلها ايه. بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. بصوا الفراخ بتاعتي بالطريقه دي، اعتمدوها هتعجبكم ان شاء الله. في عزومات، في وجبات، في ليكوا انتوا في البيت، هتعجبكم قوي قوي قوي. بصوا دي طبعا انا قلت لكم في ناس جايه لنا ضيوف، احنا عملنا دي، عملنا ده، وعملنا كمان الفرن. بصوا كده معايا، بسم الله ما شاء الله. عملنا وزعنا من الرز، وادي باقي الرز اهو عشان قلت لكم في ناس جايين لنا. ده الرز اللي انا عملته ما شاء الله. عملنا كمان صينيتين بطاطس عشان الناس اللي جايه. قولوا لي بقى في الكومنتات ايه رايكم، ويا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. وقولوا لي برده ايه رايكم في تتبيله الفراخ وشكلها. وده كان الفيديو بتاعي، يا رب يعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.